السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الشعب الجزائري الأحرار داخل الوطن أو خارج الوطن، انقلب السحر على الساحر. نعم، انقلب السحر على الساحر. فوزي لقجة يهين المنتخب المغربي ويحرمهم من المشاركة في بطولة إفريقيا للمحليين بالجزائر. نعم، اللي راح تكون أفضل بطولة في تاريخ الشان. نعم، فوزي لقجة هو من رفض مشاركة المنتخب المغربي وليست الجزائر، لأن الجزائر فرضت طائرة فقط أو الذهاب عبر تونس والمجيء إلى الجزائر، ولكن فوزي لقجة رفض، حاب يخشن راسه مع الدولة الجزائرية، مع الجزائر بأكملها. ولكن الجزائر راسها خشين أكثر من اللي تخمم نتايا، أكثر من اللي تقول باللي أنا راسي خشين. أي كاينة بلاد أكثر منك راسها خشين ورفضت هذا مكان، لكنك أنت حرمت المنتخب من المشاركة في أفضل بطولة للشان. نعم، في الجزائر. وحاب زعما يعمل سياسة العاهرات فوزي الأقجع. هان بلادو بطريقة غير نعم، ها الشعب الدول كامل ضحكوا عليه. جاب اللاعبين والطائرة في المطار باش يشوفهم انفانتينو وموتسيبي رئيس الكاف، لكن سيادة الجزائر فوق رئيس الفيفا وفوق رئيس الكاف وفوق المغرب، فوق كلش. تجيبهم باه يتعاطفوا معاهم زعما، لكن ضحكوا عليكم. والله غير ضحكوا عليكم، ضحكتوا عليكم الناس يا عباد ربي. دو كاينين مغاربة يخموا بريسانة وكيعودوا يشوفوا يلقاو صح لقجع هو اللي حرم المنتخب المغربي وليست الجزائر. الجزائر فرضت من دون أروحوا على تونس وروحوا مرحبا بكم، لكنكم خشنتوا راسكم. معليش، شوفوا رواحكم مع من طحتوا، راكم مع الجزائر، والجزائر هي اللي تقرر ليس الكاف. فهمتوا باللي المغرب فوزي لقجع لابد أن يتحاسب وليس الجزائر. والمغرب سوف تتعاقب عدة عقوبات. نعم، عقوبات. ممكن تنظيم كأس أفريقيا 2025 ممكن يطير، والله أعلم. ممكن عقوبات أموال، كل حاجة على جال ثبت فوزي لقجع. نعم، انت حاط روحك زعما هكذا وتجيب لي جوا المطار وتدير زعما به وتجوز رئيس الفيفا على جال. راك درت سياسة اليهود، سياسة العاهرات. هذيك العاهرات اللي دير، راك بهدلت ببلادك، هنت بلادك يا عبد ربي. ما هنتش المنتخب فقط، هنت المغرب كله. أنا رسالة موجهة للشعب المغربي الحرة فئة قليلة، يلوموا فوزي الأقجع ما تلوموش الجزائر. راكم عارفين اللي الجزائر غارقة الأجواء، كانت قادرة تجي نورمال على تونس وتجي تشارك مرحبا بها. راهم وجدوا لهم البنان وجدوا لهم كلش، انتم رفضتوا. والله يسهل. ولو كان هذا فوزي الغدا، المغرب كانت قادرة تنسحب من قبل كما تونس ومصر انسحبوا نورمال. لا بصح هي خلت الدقيقة الأخيرة وانسحبت. يعني الخلل عندكم، انتم لكم ظالمين ماشي الجزائر. اتنسيو. نعم، المغرب هي اللي ظلمت وليس الجزائر. لا رجع لازم يتحاسب، والمعاقب لازم يتعاقب هو بالمنتخب. المنتخب سوف يعاقبه الكاف والفيفا، هذيك الله يسهل. نعم، هذه هي. وما تديروش سب على، ما تحطوش اللوم على الجزائر، حطوا اللوم على فوزي لقجع يا المغاربة. حطوا اللوم على فوزي لقجع وليست الجزائر. أفهموا؟ هذه هي. وتحية الجزائر وتحية الجزائر وتحية الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانوا موجدين لكم البنان والله. السلام عليكم.